نزلت الأقنعة في هاد لاكان هادي، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هاد المتخلفين عقليا حنا عارفينهم وعارفينهم شنو كيديروا ضد المغرب، لكن اللي كان كيسحب لينا بنادم هما هادو، ساشون كو حنا عارفينهم حتى هما عايشين غير بالرشاوي وبالكولاسه ديال بصح، حياتهم كامله دايرين كاع الالقاب بعيسى حياته، ولكن ما كناش كنتوقعوا منهم هادشي ضد المغرب. المغرب اولا اخر دوله تهضروا فيها على انها كدير شي حاجه ولا كدير شي مؤامرات، والدليل على ان المغرب عنده لقب واحد، ساشون كعبر التاريخ كانوا عندنا احسن اللعابه، وما عمرنا تدخلنا في شي دوله اخرى ولا بغينا نهزوا نطيحوا بشي دوله اخرى، لكن محاولاتكم كلها فاشله. ونزلت الأقنعة وبان قاع داكشي اللي بغيتو ديروا، حملة إعلامية ممنهجة من طرف هاد الأوباش على لغة الحسن الثاني الله يرحمه، ومن طرف هادو مع الأسف اللي كنا كيسحب لينا إخواننا، وداكشي غير من الفوق للفوق. حملة إعلامية ممنهجة ضد المنتخب المغربي اللي هز ثقته بنفسه. كذلك محاولات كبيرة في تدوير وتحريض الحكام ضدنا في هذوك الحملات الإعلامية، باش أي حكم غيشد مباراة المغرب يحس بالضغط بحال المغرب تماما. لكن هيهات المغرب، والبارح في المباراة ديال الكاميرون بين لهم على أنه ما محتاج لا حكام لا ضغط لا حتى شي حاجة. المغرب كيلعب بلا تاكتيك، كيتحكم في الكرة، واخا تنزلوا نتوما شخصيا برجليكم الملعب باش ديروا الحكام ما غادي ديروا حتى شي حاجة، لأن النيفو ديالنا حنا هارب عليكم يا الاوساخ يا اللي فعلا مولفين بشري شري شري شري. المغرب ما محتاج يشري حتى شي حاجه، المغرب تفوق على اسبانيا وعلى البرتغال وتفوق على بلجيكا وتفوق على الارجنتين في U20 وتفوق على المنتخبات الكبيره في قطر في كاس العالم. فانتوما كتبانوا له فحال النمل، والمغرب في لي ماتش ديسيزيف تما فين كيبين القوه الحقيقيه ديالو. اما بالنسبه لداك الشيء التخلويض اللي كيبغيو ديروا مع الحكام فاحنا لكم بالمرصاد، حنا لكم بالمرصاد، وكنعرفوا كاع داكشي اللي كيدار فعلا في الكواليس. يل شنقول لك، ما عرفتش، ما بغيتش نخسر الهضره، ولكن يا الحقراء يا الحاقدين العرب جرب مصر والجزائر، وخاصه هاد الموسخين هادو كلهم. مصر فيها شي ناس صافا، ولكن الاغلبيه كلهم ضد المغرب وما باغيينش المغرب يطفروا. ف مازال ما شفتو والو، مازال ما شفتو والو. هذاك الشيء سي ريفولو، دابا غيجي العهد ديال المغرب، هذه غير النسخه الاولى. من هنا لقدام ما تبقى حتى شي كاس افريقيا كيحلم بها شي موسخ من غير المغرب. دوله المغربيه، المملكه المغربيه الشريفه. هاد الاوساخ هادو كاملين فين عمرهم طفروا في كاس العالم؟ اكثر وحدين فعلا تيديروا المؤامرات والكولاسه والغرف المظلمه اللي هما هاد الجوج هادو كيطفروه غير هنا في لافريك. عمرهم ما طفروه في كاس العالم، ما تيتاهلوش حتى التاهل، ولا تاهلوا دائما تيخرجوا بفضيحه من الدور الاول، حيت تما ما كايناش باك صاحبي، ما كاينش شراء. والمغرب دابا كيتحارب معاهم على المؤامرات اللي كيحاولوا يديروها. في الماتش الكاميرون حاولوا انهم يجيبوا فريق تحكيمي من شمال افريقيا مرشي من طرف هاد الاوساخ وهاد الاوساخ، تالمون خايفين من المغرب لا يدوز. ولكن المغرب هيهات، الحكم رفض لنا ضربه جزاء، ومع ذلك حنايا فرضنا راسنا. حنا ما تمشيوش بضربات الجزاء وبالعصا وبالبكا بحال هاد الاوساخ هادي. حنايا عندنا اللعب، حنا عندنا التيكي تاكا، حنا واعرين باعتراف الجميع، وغادي نشدوا هاد الاوساخ هادي الى سهل عليهم الله ودازو غنسلخوا والديهم، وهادو كذلك غادي يتريو من هذا الدور. ف تعياو ما تضغطوا، كتبان الحقاره ديالكم في كاس العالم. غلبتوا غير على لافريك، وتا لافريك حتى ديك ليبوك ديال لافريك اللي فيها المشاكل والكولاسه سي ريفولو، ما بقاش داكشي، ما لقيتو معامن. واخا عيتو ما تحرضوا، واخا عيتو ما ديروا، ساشون كو رئيس لاكاف هو جنوب افريقي، من الد الاعداء ديال القضيه الوطنيه ومن الد الاعداء ديال الوطن، وعياو هادو ما يديروا معاه في سميتو، وكلهم ضدنا هما والرئيس لاكاف، وجالسين تيهضروا على القجع وعلى الكولاسه. ما كاينش اللي كيكولس وكيشفر وكيكذب قد هاد الجوج ديال الدول اللي فعلا حقيرين بواحد الحقاره عمري ما شفتها في حياتي. ولكن ربي جعل كيدهم في نحرهم، ودابا يتفرجوا مزيان، هاي خليهم.